مدرسة. اصحى اصحى، قوم، أول يوم مش مدرسة. عايز اروح المدرسة، عايز انام. مش أنت يا بابا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا رب، وعام دراسي سعيد عليكم كلكم وعلى اولادكم، وبالنجاح والتوفيق يا رب ليهم كلهم، ويبقى سنه جميله علينا كلنا باذن الله. النهارده اول يوم مدرسه لعمر. عمر صحي من النوم النهارده. حماس بقى، حماس اول يوم ما اقولكوش. ومن يعني من مميزات الحاجه اللي انا عملتها فوق مامتي، اللي هي روتين النوم، ان الحمد لله الحمد لله انا ما بصحيش عمر. يعني احنا كنا بنهزر الصبح، اللي انتوا شفتوه ده كان هزار، لكن احنا عمر بيبقى صاحي. يعني عمر بيصحى لوحده. انا بقوم الصبح، انا قايمه النهارده الساعه 6، وببقى قايمه مصدعه اصلا ومش قادره اتكلم، ولازم القهوه لو تاخدوا بالكم كده كنت بشربها وانا بعمل لانش بوكس. فانا بقوم وهو بيجي لي المطبخ بقى، يعني على 7 الا ربع بلاقيه الحمد لله صاحي لوحده. فدي يعني اللي عايز يشوف الفيديو بتاع تنظيم نوم الطفل، انا عمر نظمت نومه وهو من عنده شهرين، والحمد لله الموضوع ده نفعني جدا، الحمد لله ما شاء الله الله اكبر لحد دلوقتي. انا صحيت الصبح طبعا عملت اللانش بوكس. عمر ابني مخليلي اللانش بوكس ده مأساة، لان هو لا بياكل جبنه ولا حلاوه ولا مربى ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا زبادي ولا لبن ولا اي حاجه ممكن تتحط في الشوكولاته اللي هي اللي بتدهن دي برضو، مش يعني ما يحبهاش في سندوتشات برضو. فانا ببقى عايزه اعمل تعويذه عشان خاطر اعرف اعمل لعمر لانش بوكس. فانا كنت نايمه يعني والله لحد ما خلصت اللانش بوكس كده، انا كنت تقريبا نايمه. يعني بصوا، بحاول اشوف اللانش بوكس هيقفل ولا لا، مع ان هو اللي فيه مساحه من فوق. ف هيبقى باين من التصرفات، حتى كل شويه اشوف احط واشيل احط واشيل لحد ما استوعب انا بعمل ايه، واشرب قهوه عشان افوق. لحد الحمد لله ما خلصته. حطيت له النهارده بلح وحطيت له عنب. انا رحت السوق بجد يا جماعه عشان اجيب له شويه فاكهه وخضار، ما فيش يعني. الحاجه غير ان هي غاليه، مش طازه مش حلوه، يعني مش لاقي حاجه حلوه كمان. فربنا يا ربي يعني يهون علينا الايام دي والله بجد. فانا النهارده كنت عامله له بلح، قطعته له شبه الورده كده، وحطيت له عنب، وقطعت له خيار. وبجيب له انا زي مقرمشات كده بتتباع من في سبينس، بجيبها له الربع كيلو تقريبا ب10 جنيه او ب15 جنيه، بس هو بيحبها، بحط له منها شويه كده كنوع من انواع الترفيه يعني في اللانش بوكس. وحطيت له سوداني. سوداني مفيد جدا يا جماعه وحلو جدا للاطفال. انا بحاول على قد ما اقدر اللانش بوكس بتاعنا بيبقى صحي. ممكن احط حاجه كده رفاهيه يعني، بس بنبقى معتمدين ان اللانش بوكس من يوم ما عمر دخل كي جي 1 واحنا متفقين ان اللانش بوكس صحي، عشان يتعود على كده، وعشان يبقى عارف ان اللانش بوكس ما بيدخلش فيه اي حاجات، مش يعني ممكن حاجه كده زي باكل بسكوت ده حاجه، لان عمر ما بدلوش يعني فلوس معاه. فبحط له حاجه كده يعني تفاريح، بس هو في الاول والاخر بنحاول نحط كل الحاجات صحيه. وبحط الحاجات اللي هي دي قليله، لان عشان برضو ما يبصش لحد من اصحابه او ما يبقاش متضايق يعني. وانا كنت عامله كايزر. الكايزر ده انا عاملاه في البيت. كنت عامله له كايزر، وكنت عامله له برضو برجر كده بس بالفراخ. انا عملته وحطيت له النهارده، عملت له ساندوتش واحد، لان عمر اول اسبوع المدرسه قالت لنا ان هو هيرجع الساعه 12 الا ربع وهيروح 8، يعني مش هيقعد كتير. ما كترتش يعني في الساندوتشات، هو ساندوتش واحد ورجع ما كملوش، يعني اللانش بوكس ده رجع ما كانش مكمله كله. يعني انا عملت حساب كده فعلا. فده كان اللانش بوكس النهارده. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، يعني وانا نايمه بعرف اعمل لانش بوكسات ولا لا؟ فده اللانش بوكس بتاع عمر النهارده. خلصت اللانش بوكس وهو كان خلاص صحي، يعني هتشوفوا ايده دلوقتي جنبي. جالي المطبخ وصحي. كنت ناويه اكتب له بقى الحاجات اللي بكتبها له على اللانش بوكس دي. بحب اكتب له نوتس كده، اللي متابعني عارف الموضوع ده. فلما لقيته جه فروحت حطها على طول في اللانش باج، مرضتش لان انا ما بيشوفنيش وانا بكتب، دي بتبقى رساله هو لازم لما يروح هو يقراها اول مره. ما بحبش يقراها قبل ما يمشي، دي عاده انا متعوداها. فحطيت له الميه وحطيت الشنطه في اللانش باج على اني حطيت قصدي اللانش بوكس في اللانش باج على اني خلصت. وبعد ما خرج هو راح يصلي ويلبس، رجعت تاني فتحت الشنطه وكتبت له المسج بتاعته بتاعت النهارده. عمر ناقل مدرسة جديدة، فكانت رسالتي ليه ان يعني مدرسة جديدة وسنة جديدة وان شاء الله تبقى كويسة. حاول تعمل اصحاب جداد وتتبسط. كنت مقدرة مشاعر عمر جدا ان هو اتنقل السنة دي. احنا كنا عايزين ننقله المدرسة دي من كي جي 2 بس معرفناش، لان احنا لما رحنا المدرسة الاولانية اخدنا فيها مقلب.
ولقيناها مش حلوة، وحاولنا ننقل عمر اكتر من مرة المدرسة اللي هو نقلها. الحمد لله السنة دي يا رب اللهم لك الحمد ما كناش عارفين، فاضطر يقعد كي جي 2 برضو. فانا كنت متضايقة اوي، الموضوع ده كان عامل لي حالة نفسية بصراحة. بس الحمد لله بعد ما كنا فاقدين الامل برضو السنه دي ان احنا نحول بالاستغفار والله يعني بتساهيل ربنا مش اكتر من كده. ما اقدرش اقول لكم ان هو حول غير بالطريقه دي للمدرسه اللي هو انا فيها دي، يعني التحويل بيبقى صعب قوي فيها. فالحمد لله حولنا. بس انا مقدره مشاعر عمر بقى، ان هو كل الاطفال او اغلبيه الاطفال اللي موجودين عارفين بعض من كي جي 1 وكي جي 2، هو ناقل جديد فكان يا عيني مخطوف كده ومتوتر وانا حاولت ادعمه نفسيا في الموضوع ده، وقلت له هو مجرد وقت وبعد كده هتعرف اصحاب جداد وهتتعود فهو بس كان متاخد ان هو رايح المكان كله الولاد عارفين المسات وعارفين بعض، وهو يا عيني مش عارف حاجة خالص. فكنت مقدرة نفسيته جدا ورحت معاه وفضلت قاعدة معاه لحد ما طلع الكلاس. وكان عمر مشكلته كمان ان هو عنده زي فوبيا كده من العرايس اللي بيجيبوها في المدرسة اول يوم دي. فكنت حريصة ان انا اروح واحاول افهم الميسات الموضوع ده. هم يعني الحمد لله والله طلعوا ناس كويسين جدا وتفهموا ده وما خلوهمش اتقرب من عمر، لان عمر بجد مع انه هو فاهم ان دي عرايس وان هي في انسان جواها بني ادم وكل حاجة، بس فعلا بيخاف يعني حاجة حاسة ان هي فوق يعني خارج ارادته. وانا مفهمه عمر ومعلماه ان الخوف ده حاجه طبيعيه ومن حق اي بني ادم يخاف، ما نتكسفش منه ولازم نعبر عنه. فهو بيعبر يعني الحمد لله بيقول انا خايف، وقلت له ده مش عيب. وموضوع ان مفيش راجل بيخاف ومفيش راجل بيعيط الكلام ده انا لا، احنا انسان، ولو ربنا عارف ان الراجل ما يعيطش ما كانش خلق له دموع. فهو الراجل انسان والبنت انسانه، والاتنين من حقهم يعيطوا، من حقهم يقولوا خايفين، ومن حقهم يعبروا عن مشاعرهم. بصوا العرايس كانت هناك والولاد هناك ومشغلين اغاني والدنيا كانت زي الفل. ولاد بصوا عمر واقف فين يا روح قلبي خايف من العرايس. بصوا فضلنا واقفين هنا لحد ما راحوا وقف اللاين بتاعه، وقلنا للميسات كلهم وعرفناهم يعني ان عمر عنده مشكلة مع العرايس. ولحد ما طلع طمنت عليه لحد ما طلع الكلاس بتاعه، وبعدين سبته ومشيت. فبصراحة يعني وكنت عايزة اعيط برضو، ما تتريقوش عليا، بس انا كل ما بسيب عمر كل سنة اول يوم ده لازم ابقى حاسة ان انا عايزة اعيط بس المرة دي مسكت نفسي. فربنا يا رب يحفظهم. بس احساس انك بتاخدي يعني حد من حتة منك كده وتسيبيه في مكان فترة طويلة وترجعي البيت من غيره، انا بالنسبة لي الاحساس ده بصوا اتخنقت بالعياط احساس صعب بصراحة. وناس كتير بتتريق عليا في الموضوع ده، بس انا ما بعرفش، انا كده ما بعرفش. فانا بوريكم الولاد بصوا بيلعبوا مبسوطين واغاني وسماعات والدنيا حلوة جدا، وعمر يا عيني كان كذا احساس مع بعضه، خايف ومتوتر وقلقان. فيعني كانت عنده مشاعر كتير او متلخبطة اليوم ده. هنا كانوا بيفهموهم الكلاسات بتاعتهم ايه وترتيبهم ايه، وان هم خلاص جريد 1 وان هم عندهم حفلة، بس بعد حفلة كي جي 1 وكي جي 2 ما تخلص هم هيبقى عندهم حفلة في البريك. فكانوا بيعرفوهم كل الكلام ده. وبعد كده بقى قالوا ان هم هيحيوا العلم، بعد كده اولياء الامور هيتفضلوا والولاد هيطلعوا على الكلاس بتاعهم. وكان اليوم كده خلص الحمد لله، وكان يوم لذيذ. وعمر رجع من المدرسة الحمد لله كان مبسوط والرهبة راحت شوية. ادعوا لنا كده يا رب بالتوفيق ولولادنا كلنا يا رب بإذن الله. وسنة سعيدة عليكم. أنا حبيت أشارك معاكم أول يوم مدرسة لعمر، وبإذن الله أنزل لكم فيديوهات الفترة الجاية كتيرة، وأشوفكم في فيديو جديد قريب. أسيبكم بقى مع تحية العلم. وطلب بسيط جدا الله يخليكم، لو حد عنده اي فكره لطفل ما بياكلش اي جبن او اي حاجه لللانش بوكس يا ريت يكتبها لي في الكومنتات، صدقوني هتاخدوا ثواب كبير جدا جدا عليها والله. يعني هدعي لكم من قلبي. واكتبوا لي ولادكم عملوا اول يوم دراسه، واشوفكم في فيديو جديد قريب باذن الله. سلام عليكم، هتوحشوني، باي.